السلام عليكم. هارد لك لجمهور النادي الأهلي، ولكن أنا فعلا حابب أقول رسالة مهمة للجمهور الأهلي. انتوا كنتوا منتظرين من الفريق إن هو يروح لمكان بعيد. للأسف احنا بنضحك على نفسنا. ليه؟ احنا تشجعوا الأهلي وكل حاجة، ولكن قدرات لعيبة الأهلي آخرها تلعب في البطولة الأفريقية والدوري المحلي فقط، حتى مع وجود الصفقات. لأن فعلا في حاجات كتير احنا مفتقدينها. ايه هي؟ النفخ اللامحدود للعيبة بدون سبب. يعني الأندية كلها راحت كأس العالم، مفيش إعلام رياضي عمل في العالم كله عمل اللي اتعامل مع الأهلي. فبلاش نقعد ننفخ في اللعيبة ونديها حجم أكبر من حجمها. عادي، رايحين نلعبوا بطولة، دعم محدود مش لا محدود ومبالغ فيه وفج، وشكله بصراحة يعني محرج ويخلي شكلنا وحش. في النهاية اللعيبة يعني في امل، بس برضو يعني مستوى الاهلي في ماتش اليوم بصراحة كان لا يحسد عليه. حاجة في قمة اليأس والافتقار الكروي. وكلامي خدوه للتاريخ. بيراميدز هيكون هو المفاجأة المصرية في كأس العالم للأندية. الأهلي راح كتير والمحصلة صفر. مازيمبي راح مرة لعب نهائي، الرجاء راح مرة لعب نهائي، العين الإماراتي راح مرة لعب نهائي، الهلال لعب نهائي، الأهلي للأسف النسخة المصغرة معرفش يلعب نهائي. فنعيش الواقع وبلاش نوهم نفسنا، وخلينا في أفريقيا القارة اللي هي مفتقرة للمواهب، وكل المواهب بتروح تلعب بره. فعشان كده الأندية الأفريقية ضعيفة. فاحنا بنضحك على نفسنا، والله بنضحك على نفسنا، ومفيش أي مردود كروي هيكون موجود للأسف.